أنا مش عارف إزاي المكان ده لسه ما اتشهرش لحد دلوقتي، إزاي مكان بيعمل أكل بالعظمة دي والquality ده ولسه في ناس كتير ما تعرفش عنه حاجة. في مكان مستخبي في مدينة نصر بيعمل طواجن لحمة بالقراصية وفراخ بالكاجو وكفتة أناضولي، والأكل عندهم مميز قوي والكواليتي عالي. تحت كوبري كمال الجنزوري قدام الهيئة العامة للرعاية الصحية والنادي الأهلي هتلاقي مطعم تمام، عنده قعدة أوت دور صغيرة ولطيفة، المطبخ مفتوح فهتشوف كل حاجة وهي بتتعمل وهتتأكد من مستوى نظافة المكان بنفسك. عارفين انتوا الأكلة اللي تاكلوها ويفضل طعمها في بقك كده فترة كبيرة؟ هو ده اللي حصل لي هنا بسبب الطاجن ده، طاجن الفرماج. من أحلى الحاجات اللي جربتها عندهم، ده بيكون صدور فراخ متقطعة نازلة في كريمة وميكس جبن ومن فوق الوش موتزاريلا، وأول ما يخرج من الفرن بينزل عليه بالبرمجان، طعمه ولا غلطة، وشدد الجبنة دي مع طعم الفراخ حلو قوي. ده بقى طاجن لحمة بالقراصية على الطريقة المغربية. ميكس اللحمة مع القراصية ما كنتش متخيل إنه هيعجبني خالص، بس بعد ما دقته إيه العظمة دي. اللحمة بتدوب في بقك مع رشة السمسم والتسكيرة البسيطة بتاعة القراصية. بالنسبة لي كان طاجن مميز قوي ورشحه لأي حد أكيل. ندخل بقى على كفتة الأناضول، دي بتكون كفتة محشية سبانخ وجبنة، والميكس ده بالنسبة لي كان غريب شويتين بس مميز في نفس الوقت، وتقريبا أول مرة أكلها بس حبيتها قوي. دي أحلى نص فرخة هتاكلها في أي مطعم، تتبيلة ولا غلطة، الفراخ حجمها كبير مش صغير، الصدر بيتقطع بسهولة ونضيف جدا وطري، والشوي احترافي مستوي كويس قوي ومش محروق، وهتحس بطعم التتبيلة في نفس الوقت. عندهم شوية سلطات شغل فنادق، وأحلى حاجة فيهم سلطة الراهب وسلطة الطماطم بالبنجر والكرنب المخلل، هتحبهم قوي. لو مش عايز وجبات بقى ممكن تطلب سندوتشات، وارشح لك جدا سندوتش الشيش طاووق عندهم. السندوتش كله عبارة عن مايونيز وخس وشوية خيار مخلل مع شيش طاووق، حاجة كده على قديمه. والعيش بتاعهم كمان كان فريش فكان مخدم على السندوتش كويس قوي، والشيش طري جدا وتتبيلته حلوة وحجم السندوتش كان ممتاز. من الآخر كده المكان ده بيقدم كواليتي ممتاز جدا، أنصحكم تجربوه.